انا يا حبيبي منور باصحابي يا عمي. ازيك يا ام، عامله ايه؟ الحمد لله يا محمد. اقعد يا حبيبي. ازيك يا وفاء، عامله ايه؟ الحمد لله يا محمد كويس. في ايه بقى يا محمد بينك انت ووفاء؟ والله يا عمي ما اعرف، انا مش فاهم حاجه. سابتني ونزلت على طول. ينفع واحد تسيب درجوز وتمشي من غير ما تقول له؟ انا ما مشيتش من غير ما اقول. انا بقالي 3 اشهر بتحايل عليك اني اشوف اهلي، وانت حرمني من اهلي كلهم وسيبني في الدار زي الجاموس. ولا بخرج ولا بروح ولا باجي. نفسيتي تعبت يا ناس. انا اعمل ايه يا عم؟ من قبل ما اتجوزها وانا قلت لها ظروف، قلت لها ان احنا هنجهد شويه وهنتعب حبتين وهنروح وهنتغرب عشان نبني مستقبلنا ومستقبل عيالنا. اعمل ايه؟ ماني مطحون في الشغل. عندك حق يا محمد، انا قلت لها الكلام دي، بس برضه يا حبيبي ما فيش يوم اجازه. والله يا عمي انا بحاول حتى اشتغل يوم الاجازه عشان يوم اجازه على يوم اجازه اسرع بسرعه والم المبلغ اللي انا محتاجه وارجع لهنيه. يا ابني بس برضه ما ينفعش، ما هي محبوسه في الدار على طول. قلت لها انزلي تمشي، اتصاحبي على ناس، يعني انزلي جيبي اكل. مش بترضى تخرج.